متى تكون ليلة القدر بالضبط؟ وما هو الدعاء المبارك الذي علمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها؟ سؤال يراود أكثر من 2 مليار مسلم. متى ليلة القدر؟ وقبل نبدأ، إذا استفدت لا تنسى المتابعة ومشاركة المقطع، فالدال على الخير كفاعله. وبسم الله نبدأ. موعد ليلة القدر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يعني ليلة القدر في العشر الأواخر. قيل ليلة القدر أول ليلة من العشر، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقيل ليلة 29، لكن أرجحها ليلة 27 لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. لكن هذا ما يعني أنها ليلة 27، لكن أرجحها. أما بالنسبة لفضل ليلة القدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متخيل؟ ما تقدم من ذنبك يغفر لك. وما يدريني متى ليلة القدر، هي 10 ليالي، لا تفوتها. العمل فيها خير من 1000 شهر، يعني خير من 84 سنة تقريبا. من الأعمال المستحبة صلاة التراويح، قراءة القرآن، تصدق كل ليلة لو بريال واحد، الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى، الذكر والتهليل. أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. احفظه وعلم فيه غيرك، ولا تنسى المتابعة، فالدال على الخير كفاعله.